منها الحرص على سؤال العالم عند ملاقاته والاستفادة منه، فإن سفيان بن عبد الله لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن ينتفع منه وأن يسأله، واغتنمها فرصة ليسأله هذا السؤال العظيم الدال كما يأتي على ذكائه وفطنته، فتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه القول الفصل ليس بالهزل في شرائع الإسلام وأصول الإيمان، كما نحن استفدنا من هذا الحديث. والحاصل أن المرء إذا لقي أهل العلم فليزاحمهم بالركب ولا يضيع الفرصة في القهقه وفي القيل والقال دون استفادة. فالذي يلاقي أهل العلم ولم يستفد منهم فهو محروم، ومن لقيهم واستفاد منهم فهو المغبوط. الأول مغبون، يعني الذي لقي أهل العلم ولم يستفد منهم فهذا مغبون، أما من لقيهم واستفاد منهم فهو المغبوط. وقد كان بعض علماء الحديث يرحل إلى سماع الحديث وطلب العلو الإسناد، فإذا وصل البلدة لسماع الحديث من الشيخ الفلاني أو من الحافظ الفلاني فإذا أدركه قد اخترمته المنية يعض على أنامل الندم، يندم. نعم، بل إن بعض علماء الحديث كان يتحرى الحج ويجتهد في أداء الحج وأن لا يفوته الحج. تدرون لماذا؟ لأن الإمام الأوزاعي كان يحج كل سنة، فكان كبار الحفاظ يحجون حتى يلاقوا الأوزاعي ويسمع منه الحديث، لأنه كان يحج كل سنة. السر في ذلك أنه كان يدعو الله عز وجل إذا حج وأتم نسكه يقول: ربي لا تحرمني من الحج في العام القادم، لا تحرمني من الحج في العام القادم. فاشتهر بكثرة حجه، ولهذا كان الحفاظ وأهل الحديث يحجون حتى يدركوه، حتى مرة حتى قيل إنه حج أكثر من 20 سنة، حتى في آخر حجه يعني ذكره تلاميذه بالدعاء، فقالوا له: لما لم تدعو وقد جرت عادتك أنك إذا حججت وأتممت نسكك تقول اللهم لا تحرمني من الحج العام القادم. قال: استحييت من ربي فمات في سنته ولم يحج تلك السنة، فمات في سنته. وهذا من علو الهمة، من علو الهمة. فرأس مالك شيخك ورأس مالك وقتك، فكن حريصا على الاستفادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت أدنى فرصة في تعليم أمته وإفادتهم. بل إن ابن عباس رضي الله عنهما يحكي أنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، والردف هو الركوب خلف الراكب على الدابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات فانتبهوا ولاحظوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن فوق الدابة، ومع ذلك لم يفوت الفرصة ليعلم ابن عباس، فعلمه مجامع الإيمان، والحديث معروف. نعم.